السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونكم يابا؟ اهلا وسهلا. عندكم ماي؟ اي عندنا. ترى بطل ماي بارد. بارد كلش بارد؟ اي الا بارد؟ اي يعجبني انا يا اخي شنو؟ الثلج هذا مو بارد. طيب بارد هذا شنو السالفه؟ مو نفس الثلج بيش ب 4000. يعني عبر 4000 طيب ماي بارد نقبل فلوسنا. هاي وين كانت ثاني؟ وين كانت؟ هاك بعد هاك يابا تعال. نامرني شنو السالفه ما يقول ايش بيك؟ السلام عليكم اعزائي المشاهدين. مع الاسف هذا حال الفنان العراقي، يوم الفنان الرائع الفنان الجميل اياد هندي انبسط على رصيف من ارصفه منطقه المنصور وقاعد يبيع مي. شيء مؤلم حقيقه. انا كنت بالصدفه وشفت وضع هذا الفنان اللي كليتنا كنا نشوف مسرحياته وفعالياته اللطيفه، ويعني ليش وصل هاي المرحله؟ استاذ اياد شلونك؟ شو اخبارك؟ عايش الحمد لله. الحمد لله. استاذ اياد شنو الموضوع؟ يعني معقوله تبسط على الرصيف تبيع مي؟ ما قدرت. لا لا ما قدرت عوفه تهلفن بالعراق. ما ظلت اخلاق لا الفنان لا للدكتور لا المثقف العراقي ولا الاعلام العراقي. زين احس افات تاكل بالبلد. زين كلها محسوبيه فلان وفلان. يا نجم مين صار هذا النجم؟ الشباك التذاكر يقول انت نجم مو ولا ها؟ نعم صار ولا؟ صحيح. المسرح كان نظام فرق محترم مو؟ نعم. المسرح اصبح نصف ملهى مصغر مو ولا ها؟ هذا مو مسرحنا اللي تعلمنا عليه اخلاقنا. المسرح كان رساله، المسرح جاد رساله والمسرح الشعبي رساله. زين مين تجيبون انت من يوم كان طلعت نجم ها؟ مسرح صار تقول قص صار كم سنه من زمان صار يساوي للطفل العراقي داخل الزوراء. انا منع من داخل الزوراء انا منعت من دخول الزوراء؟ اي من قبل ست ذكرى علوش. يعني ليش منعت؟ مع احترام لها تواصلنا من خلال البرامج ما جبنا طاريها، ومن خلال الفيس ما جبنا طاريها مع احترامي الها. مو ولا كنت تقدم عروض مسرحيه بالزوراء منتزه الزوراء؟ انا اسست بالزوراء من زمن علي عتابي، اسست فرقه بغداد فنون تابعه لامانه بغداد بزمن صار العساوي. زين وياي ولا؟ بل زمن علي عتابي وعبد الجعفر والنجار وياي مو ولا؟ زين وهليل وبشير وياي. زين والمحمداوي وامين بغداد كان صار العساوي. زين اسسنا فرقه بغداد فنون تابعه لامانه بغداد. بعدين اسست المطعم البغدادي سويته للطفل. زين وياي ولا ها؟ واضح. بعدين دخلت بخيمه هم تحاربت، دخلت بخيمه من قبل الرجل العراقي ليث الكعبي زين. مدير الزوراء المحترم ها؟ بلي. من قبل الاستاذ حكيم عبد الزاهر المحترم. زين. اعلام الامانه. بلي. انا اتفاجئ قبل العيد هذا لا اوافق. ليش يعني شنو؟ انا حاطط مدافع ايجار؟ انت لو تشوف الصور هسه مالتي بالمسرح حاط صوره الحشد والاطفال وانتصارات الابطال مو ها؟ زين. ويا ولا؟ واضح. واخر اغنيه هدايا الاطفال، هاي هدايا الاطفال بقت هنا في حجنبر. تعال شوي ايمن عيد. اي نعم. ايمن عيد عندي صندوق ب 500. زين. وكهربائيات شوي وكهربائيات هذا كم برك هذا؟ اي وكهربائيات 200 هاي تبيع سجاير وتبيع مي؟ اي لا لا. وكهربائيات 200 ها؟ أي. هاي 700 غير عقود الممثلين. هسه انا مطلب 6 ملايين، هذا محلي 525. والمكتب اللي فوق هو المسرح فوق بسطح الحديد. زين واضح. ها الحديد كله بسطح مال المسرح. واضح. المسرح جوال. زين انت شو تنادي ذكر علوش؟ شو كلها ذكر علوش امينه بغداد؟ والله هي برا قال جميل المفتش العام. يعني انت قاعد تقدم عروض للاطفال يعني وصار موضوع مفتش عام. انت هسه وصل العيد بعد كم العيد؟ 20 يوم؟ بلي. زين كل الممثلين ينحجون، يا شلون اسوي البرنامج مالتي انا؟ زين. زين هسه انا ناشد اريد خيمه للموصل اطلع. تريد تروح الموصل؟ اي من حقي افرح الطفل هذا المحروم، عالج مال طلقه بطلقه عفوه بعفوه، ننزع افكار لهم جديده. يعني مستعد ما تخاف؟ مستعد ما اخاف انا ابو علي. انت والنعم منك. زين وصل الموصل يعني اهلنا نحرموا نظلموا. تقدم عروض مسرحيه بالموصل للاطفال مسابقات وهدايا واغاني وطنيه وتشجيع بروح الوطن. هم دول اللي قاعدين هسه اللي هو فنان كل العالم محترم ولا شقته وبيته مو ولا ها؟ نعم. هسه انا قاعد هنا افكر بالماي والنساتر. دمعتك عزيزه. ما اقدر انا خلوني ترى انظلمت. عيب اللي هو عنده اخلاق هيك يتعامل. مو انا موثق بالاعلام، كل شغل موثق بالاعلام، شغل نظيف
وحسأل ليش الكعب يجيني لو انت غيرك كان شلته بالشفل، اكو مسارح شالها بالشفل. نقابة الفنانين وين عنكم؟ ليش ما قاعد تتابعكم؟ النقيب بارد، ما له علاقه. ما له علاقه. لا اله الا الله. والله عوفني ترى هو رحمه الله والديك. لا اله الا الله. اعزائي المشاهدين، هاي مثل ما حكى ساديات بين هو كان يعرض مشاهد مسرحيه فيها الزهراء لكن امانه بغداد منعته. طبعا هاي مناشده الى معالي امينه بغداد الست ذكرى علوش باللي تشوف هذا الفنان اللي قاعد يبيع مي. قاعد يبيع مي. هنا فاتح له تشمبر وقاعد يبيع مي، ترى مهزله. والله عيب. فنان عروضه مسرحيه بعد. هاي شوف هاي غرابه، تعال خبر شوفها. هاي شوف هاي اللي قاعد يبيعها. هسه سالته انا عندك سجاير؟ يقول لا والله ما عندي، منين اشتري سجاير؟ هاي حتى مال السجاير مالته مثل ما تشوفون. هاي قاعد باقي على المي على هذين الالعاب. نتمنى ايضا من نقابه الفنانين بان نشوف هذا الفنان لوكاله الانباء العراقيه وجريده العراقيه ابو وسيم المعلم.